فلوج النهارده هيبقى في معرض الكتاب. شنطة العربية. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل مقدمة ازاي؟ لو قلنا مثلا يوم جديد وفلوج جديد يبقى بنقلد خالد السنيان، ولو قلنا عاملين ايه يبقى بنقلد حازم صديق، ولو قلنا مرحبا بكم حبايبي يبقى بنقلد انس اسكندر. الناس دي الناس الجامدين، الفلوجر الجامدين. فاعتبروا بقى ان احنا مش هيبقى لنا مقدمه بقى لغايه ما نبقى نعمل لنا مقدمه. مش عارف بقى، سيبوكم الشنطه، تعالوا نخرج بره الشنطه. عاملين معرض كتاب هنا في الرياض اعتقد، صينيت في العربيه عشان العربيه دايره. معرض الكتاب هنروح النهارده نتفرج على المعرض والدنيا هناك عامله ازاي وكده. و يا رب الاقي في الكتاب بتاع جورج اورويل بتاع المزرعه، مش فاكر هو اسمه المزرعه ولا مزرعه الحيوانات، بس هو اسم من الاتنين دول يعني. فاليوم النهارده ان شاء الله يبقى لذيذ يعني. يبقوا فكروا معانا كده نعمل لنا بدايه بقى ونقعد نقلد بقى وكده يعني. عايز ايه؟ كان في مره حد سالني على الساعه دي ساعه على فكره مش حظاظه، ممكن نبقى نعمل لها انبوكسنج اوريكم ايه اللي فيها وبتاع. معرفش ممكن النهارده بقى ولا في يوم تاني. خليك معانا. رجعت المكتب، فهنعمل انبوكسنج ازاي؟ هي اصلا اتفتحت. عشان نعمل انبوكسنج بقى هبقى اتكلم يعني عنها. هي مش ساعه، هي عباره عن هي المفروض ان هي ساعه تعمل لك فيها ساعة، وفيها تقرا ضغط البني آدم، تقرا الضغط يعني، وتقرا ضربات القلب، وتقرا عدد الخطوات اللي انت بتمشيها، وتقرا المسافة بتمشي كام كيلو، وتقرا الموبايل لو حد بعتلك مسج، لو حد رن عليك، لو حد اتصل بيك يعني، وتقرا عدد من التطبيقات، بتقرا اللي بيحصل لك، اي نوتيفيكيشن يجي لك على فيسبوك، على تويتر، على الواتس ماسنجر تقريبا. وده الابلكيشن بتاعها. انا كنت شاريها من على بانجود، اسمها مش فاكر اسمها ايه، كنت جايبها من على بانجود تقريبا، كانت ب $12 او حاجه، بس فيها شويه حاجات حلوه يعني. كوبايه تتكسر. سر الحركة الناعمة في الفيديوهات. يلا بينا. حبيبي كيف حالك؟ وصلت، بس غالبا هبدأ تصوير مثلا او ابدأ اتفرج على المكان بعد المغرب، لان الاذان اذن، فنصلي المغرب وبعد كده نشوف هنعمل ايه، نتحرك ازاي. عملنا اهم حاجة، اشترينا الكتب. واحد صاحبي كان جه من يومين، مش عايزين نسيح له طبعا ونقول هو مين، هو كده انت عارف نفسك. فبيقول لي بقول له المعرض شكله ايه وكده، فقال لي المعرض عادي يعني مفيش جديد وكده. فبقول له اكيد مش عادي يعني، اكيد لازم يكون في حاجه مختلفه. فانا جاي بقى عشان اثبت لك، مش عايز اقول اسمك بقى، ان اكيد في حاجه مختلفه، اكيد في حاجه انت ما خدتش بالك منها، انا هاخد بالي منها يعني. اول حاجه شدت انتباهي هنا الشعار
الثقافة للجميع، الكلمة عجبتني. مش زي عندنا القراءة للجميع، الموضوع مش موضوع قراءة، الموضوع موضوع ثقافة. مش مشكلة انت قريت ايه، المهم ان انت هتستفيد منه وهيفيدك ازاي وهيكون عندك فكرة عاملة ازاي. دي اهم حاجة، اهم حاجة يكون انت عندك ثقافة، ما يكونش مجرد انت ايه حافظ الكتاب وخلاص. انا هنا تقريبا في اخر المعرض، في اخر جزء من المعرض. في قبل الصلاة طبعا انا لفيت شوية كده بس مش كتير. عجبني برضو في المعرض، انا في مصر ما كنتش بروح المعارض بصراحة، ما رحتش. عجبني ان برضو في التمثيل للهيئات الحكومية زي وزارة الداخلية مثلا، ليهم تمثيل. وزارة الشؤون الإسلامية ليهم تمثيل. وزارة الشؤون الإسلامية أكيد طبعا ليهم إصدارات أو كتب. ممكن يكون في حاجات تانية ممثلة أماكنها يعني. فلسه يعني هنلف لفة شوية كده ونشوف إيه الجديد هنا يعني. مش عارف الكلمة باينة ولا مش باينة. كلمة فين؟ كلمة هنا فوق دماغي بالظبط. ده الهدف من القراية. الهدف من القراية ان انت يكون عندك وعي. هي دي القصة كلها. كنت لسه النهارده بتكلم مع حد في الموضوع ده. المهم يكون عندك وعي. مش مشكلة برضو التعليم ممكن ما يكونش فارق في ساعات كتير. يعني في ناس كتير ممكن تكون متعلمة والموضوع بالنسبة لهم يعني ما عندوش وعي، ما عندوش ثقافة. هي دي القصة كلها. الفكرة كلها من القراية او من التعليم ان انت يكون عندك وعي وادراك. هي دي الفكرة. في ركن طبعا للالعاب الذكية بتاعت العيال الصغيرة، الاطفال بيهتموا بالموضوع ده شويه. فدي من الحاجات المهمه برضو، الالعاب اللي بتنمي الذكاء عند الطفل. يعني مش بس العاب مكعبات وحاجات من دي، او المكعبات اصلا من الحاجات اللي بتنمي دماغ العيل يعني. تبعد عن موضوع التابلت والتكنولوجيا وهكذا. فاكرين موقع بتاع اقرأ لي بتاع الكتب؟ الضاد نفس الكلام برضو، بيقرا الكتب تسجل على الموقع موجود اهو، نفس السبيلنج ده. ومختارين الضاد فكرة حلوة يعني. حرف الضاد أصلا بيرمز للغة العربية، فمن الحاجات الجميلة يعني. شكرا. نفس الفكرة بتاعت الكتاب، بس هو ذكرني بحاجة حلوة جدا. يعني هو بيتكلم احنا الموضوع ده ممكن نكون ناسينه خالص، موضوع المكفوفين. الكتاب لو انت قريته وحد سمعه كفيف دي حاجة كويسة جدا يعني. بس انا كنت عامل الموضوع انه ان انت مثلا هتسمع الكتاب عشان انت مكسل تقرا. يعني سبحان الله، يعني انت الحمد لله تحمد ربنا ان الواحد اصلا ليه عينين وليه ايدين وتمسك وتقرا وكده. احنا ناسيين الموضوع ده. فلو انت اي حد اتفرج على الفيديو، لو قدرت في يوم من الايام تشارك في موقع من المواقع دي ان انت تقرا كتاب بنية ان حد مثلا يسمع الكتاب ده يكون كفيف، بالتالي دي هتبقى جزاء كويس جدا يعني. فلفتة حلوة جدا موضوع ان ايه الكفيف هيسمع الكتاب ده، مش بس حد يكون بصير ومكسل ان هو يمسك الكتاب في ايديه ويقرا وكده يعني. طبعا عشان ما تبقاش تايه، لو انت عايز تدور على حاجة، الاجهزة دي في المعرض كله، عايز تدور على مكان، عايز تدور على حاجة، فدي برضو حركة حلوة جدا. استخدام التكنولوجيا بطريقة حلوة يعني تفيد الناس وما تعطلش. عايز تدور على حاجة ما تفضلش تسأل في حد، تسأل عن حد او توقف حد تسأله او كده. طبعا لو سألت اي حد ما حدش هيقول لك لا يعني. بس برضو الاجهزة دي بتوفر عليك الحرج لو انت عايز تسأل عن حاجة ومكسوف عنها يعني. طبعا العالم الافتراضي خلاص بقى يعني تقريبا بقى حاجة أساسية. وهنا بيسيميليت ان هو يعلمه مثلا الرسم وشوية اكتيفيتيز، يعني بتبقى حاجات كويسة جدا ان هو في مكانه وبيعمل نشاط. يعني دي برضو من ضمن المميزات بتاع السيميليشن او الوي او الاكس بوكس او الحاجات دي، ان هو بيبقى جوه المكان وبيتحرك. اهم حاجة ان هو يتحرك، الحركة ديت اهم من ايه، من قعدته في التكنولوجيا او كده. بدأ يظهر لي فولورز يا جدعان. عايزين يصوروا معايا وخدوا اسم القناة عشان يخشوا يتابعوني على القناة.
طيب ماركتنج حلو طبعا. المكان هنا ده شكله مختلف شويه عن بقيه السكشنز اللي موجوده كلها، فدي برضو فكره من الافكار الحلوه، ان انت هتعرض نفس المنتج اللي عندك وعند كل الناس، بس هو بيعرض بطريقه اذكى شويه، والماركتنج بتاعه والشكل بتاعه بيبقى مختلف شويه. فدي برضو تبقى من الحاجات المميزه عندك، لما تيجي تماركت نفس الشيء اللي عندك يكون عند حد تاني انت تطلعه بشكل مختلف. فدي برضو يعني حركه حلوه يعني. فاكرين عادل امام في الفيلم لما كان بيقول له اقرا الكتاب ده، قال له عنوان صادم بس هقراه. عنوان صادم. عنوان صادم. عايز اقول له على راي محمد هنيدي في الفيلم، قال له عارفه؟ قال له ده انا حافظه، يا في المره القادمه بقى. خلصنا المعرض.